احنا دلوقتي في المسجد اللي لو مصر كلها غرقت هو ما يغرقش، لو مصر كلها اتحرقت هو ما يتحرقش. طبعا احنا عارفين انا بتكلم عن ايه، بتكلم عن مسجد احمد بن طولون. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم بسمله صلاح طالبه في قسم تاريخ. احنا النهارده في مسجد احمد بن طولون. طب بالنسبه اللي انا قلته الاول، طب ليه ازاي المسجد لو مصر كلها غرقت هو ما يغرقش، او مصر كلها اتحرقت هو ما يتحرقش؟ ليه؟ علشان هو متشيد على ربوه صخريه اسمها جبل يشكر، وهو يعد من احدى المساجد المعلقه اللي موجوده في مصر. وهو يعني معمول المساحه بتاعته مربع، الصحن بتاعه مربع مستلهم من مسجد سمراء في العراق. وعندنا المسجد هنا موجود في المأذنه الملويه ديت، اصلا يعني ما فيش زيها تاني في مصر. ليه؟ علشان يعني المآذن بتبقى السلالم بتاعتها من جوه، لكن ده الوحيد، المأذنه الوحيده اللي السلالم بتاعتها بتبقى من بره. ودوت موجود منه حاجه واحده بس، او مأذنه واحده بس موجوده في تركيا، مش موجوده في اي حته تانيه. دوت بيخليه مميز جدا. طب مين احمد بن طولون؟ ايه صفاته؟ دوت راجل عنده كفاءه عسكريه واداريه واجتماعيه. عمل المسجد ده ليه؟ شيده في مدينة القطائع عشان يكون رمز لاستقلاله عن الدولة العباسية، وإن هو يعني يتنقل هنا هو وحاشيته أهله وجنوده وكل ده. طيب المسجد عندنا فيه حوالي 21 باب، وفيه زيادات تاني من الأبواب. طب ليه يا بسملة يعني كتر البيبان دي؟ علشان تسهل الوصول للناس بعد ما يخلصوا صلاة، تسهل عليهم الوصول للأسواق والمساكن اللي حوالين المسجد. طيب عندنا هنلاقي برضو، انا هاخدكم لفه كده اوريكم الحاجات اللي انا شايفاها. عندنا اللي بيقولوا عليها نجمة داوود، هي مش نجمة داوود، هي عادي أشكال مزخرفة، شكل وردة، مش نجمة داوود. وعندنا هنا 5 محاريب جنب المحراب الرئيسي، موجودين عليهم إزار خشبي مكتوب بالخط الكوفي سورة البقرة وآل عمران، آيات من سورة البقرة وآل عمران. طيب احنا عارفين ان المحراب عشان يوفر صف المصلين، وعشان يعمل صدى صوت، وعلشان اللي هو يحدد اتجاه القبلة. وعندنا برضو المنبر دوت بيبقى موجود عند المحراب الرئيسي، المنبر بيطلع عليه الشيخ بيلقي الخطبة، وبيبقى فيه السلاملك والريشتين والمقعد بتاع الخطيب. تمام. هنا أحمد بن طولون لما شيد المكان، كان عايز اللي هو يعني يوطد حكمه في مصر. وحصل برضو دوت جاله على طبق من ذهب لما حصلت ظروف سياسية في بغداد، خلته اللي هو يحقق مراده، وعمل فعلا الحوار ده كله. بس كده، ده كل اللي اتقال عن مسجد احمد بن طولون، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.